سميتي حياة، والحياة علمتني ما نحني راسي لحد إلا لربي اللي خلقني والوالدية. خلاقيت وكبرت في تمارو، كنت من واحد العائلة اللي مرتاحة ماديا الحمد لله. الأب ديالي كان خدام في الخارج في فرنسا، كان كيجي 3 مرات في العام، وفي الدار كاينة أنا وأمي وأختي صغار مني، ما كان ناقصنا حتى شي خير. قريت حتى للسانكيام اني وخرجت، راكم عارفين عقل الصغر وما يدير. وحتى والديا اللي يحفزوني على القرايه كان عندهم عادي، كي قريت كي جلست، المهم عندهم انا البنت تكبر وتزوج ودير دارها، هذه هي عقليتهم. الام ديالي كانت واحد المراه اللي متوله وقارحه في شقاها، كدير كل شيء على حقه وطريقه، ومعروفه في العائله بالتاويل الحداقه ديالها. وانا من جلست من القرايه علمتني كاع شغل الدار، من عجين من طياب من تخمال. المهم كنت كنعرف ندير كل شيء. دازت العوام وولات عندي 22 سنه، وتقدم لي واحد السيد اللي ما كنتش كنعرفه من قبل، غير شافني وجاب والديه وقصد دارنا. المهم تعرفنا ولقينا راسنا فاهمين وتزوجنا، ولكن قال لي غادي نسكنوا مع والديا بحكم عندهم الدار كبيره وفلوس الكرا نوفروها حتى نديرو دويرتنا. انا وافقت بكل بساطه، ما كان عندي حتى شي مشكل. سكنت معاهم وانا حاسباهم والديا. كنا في ديك الدار انا وراجلي، عكوزتي وشيخي، ولوستي اللي كتقرا في لافاك، ولوسي باقي صغير. راجلي كان خدام في الراد، فكان كيخرج من الصباح ما كيجي حتى الليل. داز الشهر الاول عادي، باقا كنتعرف عليهم ونشوف السيستم اللي متبعين في الدار. ضروري راه انا اللي جدي عليهم. من بعد رجع رجلي للخدمه، بقيت كنفيق كنوجد له الفطور، ومن تما وانا مخشيه في الكوزينه، مني عجين مني طياب مني تسياق مني صابون. المهم كاع شغل الدار كيدوزو عليا. لوستي كتمشي تقرا، وعكوزتي غير شادت التلفازه اولا تلبس جلابتها وتخرج تسارو. انا ما كانش عندي مشكل في الشقه، كنت كل شيء كنطير فيه، كنت حاسباها بحال امي. واخا من كنت في دارنا امي كانت كتعاوني يد بيد، وعكوزتي راه واحد المراه اللي باقا صغيره وشاد فراسها، يعني ماشي شي وحده اللي شاده الركنه وكبيره. ما عليناش. المهم دازت الايام هكاك، والسيده بدات كتحكر عليا في كل شيء. مال هادي هكا، مال هاد الماكله ما جاتش بنينه، مال الدار مرونه، وكل سيمانه كتجبد لي التخمال، وهي غير واقفه عليا وتامرني، وانا اللي كندير كل شيء. اما الا جاو ضيافها فداك النهار ما كنخرجش من الكوزينه حتى نصاصات الليل، وهي وجدي المسمن وجدي البغرير ديري الكيكه، وكتامرني شنو ندير في العشاء، وهي الكاس الثاني ما كتهزوش معايا، ونقير من الفوق حتى حاجه ما عجبها، وانا غير حانيه الراس، ما كنت نقول لها والو، كنت كنرد غير قلبي اولا داك الحر نخرجوه في راجلي. اما الا مشات لوسي بغات تعاوني فكتقول لها سيري قابلي قرايتك، راه هنا حياة تخدم وتجمع. المهم كنت خدامه وتراسه ديال الصح، غير الخدامه كتخلص في الثالث الشهر، وانا خدامه فابور. البنات الشقا عمرو ما كيقتل، ولكن الهضره والنقير والحقره هي اللي كتقتل. بقيت هكاك حتى لواحد النهار وانا نفاجر، بقيت كنبكي وقلت لراجلي انا ما قدرتش لهذا الوضع، شوف لي شي حل. وهي تسمعنا ودخلت وبقات كتبكي وتبوحط، وانا حسباتك بنتي. المهم شي هضره بقيت غير واقفه وحله فمي فيها. انا مطبعي واحد الانسانه اللي في قلبي على لساني، يعني واحد الانسانه اللي يقود ما فياش النفاق. وبقات كتبكي على ولدها ولمن غادي تخليني وانت دراعي. المهم انا ديك الليله ما نعستش، بقيت غير كنفكر، قلت الا طلقت انا اللي ضايعه، خصوصا ما عندي لا خدمه ولا دبلوم، وزايدو الراجل اللي كيبغيني ونبغيه وما عندي معاه حتى شي مشكل،
هو واحد الانسان اللي داخل سوق راسو وظريف وولد الناس ومحترمني، ولكن مو هي المشكل الوحيد في حياتي. انا دخلت عليهم بحسن النيه، ولكن هي رداتني جفاف عندها. قلت لا 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 لا, لا. انا ما تخلقتش باش نكون هكا، ماشي هادشي اللي كبروني عليه والديا. انا ما تخلقتش باش نكون عبده عندها، خاصني نلقى الحل راضي بلا ما نضيع زواجي وراجلي. وهنا بديت معها حرب النساء. بقيت كنفيق الصباح كنوجد لراجلي الفطور، كنفطرو بزوج وكنرجع الناس، كنجبد عليها حتى ل11. كنفيق كنلقاها مرات تعاير مرات تنقر. المهم كنت كنميك عليها وندير ودن ميكا. مره نلبس جلابتي ونقول لها ماشي عند امي راها مريضه، مره نقول لها راه عندي شي غرض. بعض المرات نجلس وكنوجد الغدا، ولكن كندير شي ماكله اللي باس لا يا ربي تسمح لي. كنت كنديرها بالعاني اولا نكثر فيها الملح حتى ما بقاتش كتبغيني نطيب. ونهار تقول لي هذا النهار كاين التخمال، داك الصباح كنتجبد في الفراش وكندير راسي مريضه وفيا الموت، وكنعيط لراجلي وكنتمسكن عليه وكيقول لي غير ارتاحي. اما الا سمعت ضيافها جايين حتى كتلقاني طليت لحنا شعري وماشيه للحمام بحال الا كاع ما في خباري، وكنجلس بالسوايع تما. المهم عطيت الراحه لراسي، وواخا كتنقر عليا ما بقيتش كاع كنتسوق لها. ومين يجي راجلي في الليل كيلقى عشيوتو واجده وكيلقاني نقيه ومهليه في راسي، ماشي بحال قبل. ما كنتش كنلقى الوقت حتى نحكى راسي، ما بقيتش كنقر عليه وحتى هو ولا عاجبو الحال. ولكن تقلبت الايه، ولات هي اللي ديما كتشكيلو مني، ولكن ما كان كيقول لي والو. المهم عكوستي بقات كتصبر حتى لواحد النهار وهي تجيها واحد الحاله هستيريه، بقات كتغوط ربي اللي خلقها وكتقول له خرجها عليا من داري، ما عندي ما ندير بها، ما بقيتش حامله نشوف وجهها عندي هنا. فقال لها راجلي انا مرتي ما نفرطش فيها وما نفوتهاش. وديك الساعه خرجنا ومشى كرالي وسكننا في واحد الدار اللي فيها 2 بيوت وكوزينه، ولكن ديك الدار جاتني قصر، حمدت ربي وشكرته عليها. وراجلي بقى كيزور والديه، وانا مع الوقت تصالحت مع الام ديالو، ولكن بقيت شاده تقاري، كنشوفو فقط في الاعياد والمناسبات. وهكا حافظت على زواجي وراجلي وكسبت استقلاليتي وحريتي. وكانت هذه هي قصتي. المهم البنات، كنتمنى الى عجبتكم قصه حياه ما تنساوش انكم تابوناو وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم اي جديد ديالي، وخليتكم على خير وبسلام عليكم.